استطاعت القيادة الجزائرية من تعطيل العمليات العسكرية لجيش الإكواس التي كانت مبرمجة مطلع هذا الأسبوع، كما استطاعت السلطات العليا في البلاد من فرض وجودها وقوتها العسكرية في المنطقة بعدما تم تأجيل الاجتماع ل15 وزيرا للدفاع وقائد أركان تابع لمنظمة الإكواس من أجل تدارس ووضع الإجراءات العسكرية للدخول إلى النيجر. هذا وأفادت وسائل إعلام دولية بأنه تم تأجيل اجتماع لرؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية إكواس حول الوضع في النيجر، والذي كان من المفترض أن يعقد اليوم، وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول إكواس في العاصمة الغانية السبت، لكن تم تأجيل الاجتماع لأسباب ادعى فيها منظموه بأنها فنية من دون الكشف عن موعد جديد لعقده. ولكن وفق مراقبين فإن تحذيرات روسيا بعدم التدخل العسكري التي تزامنت مع تحذيرات القيادة الجزائرية وعزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قيادة عملية سياسية داخل النيجر بطرق دبلوماسية وتهديدات الجيش الوطني الشعبي للقوى المتكالبة على النيجر كانت أحد الأسباب التي دفعت بجيش الإكواس بالتراجع والعودة إلى قواعده العسكرية في الدول المجاورة. كما أفادت مصادر مختلفة بأن اللوبي الفرنسي بالمنطقة على دراية تامة بقدرات قواتنا المسلحة وعلى دراية أكبر بقدرة دبلوماسية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على دحض المحاولات الغربية للتغلغل في المنطقة، مما دفع بهم إلى التراجع.